وسهلا بكم في دراسة اللغة الأشورية المعاصرة مع أبونا دانيال الشمعون. أبونا احكي لنا شو في بجعبتك هذه الحلقة 25. تفضل أبونا. نبدأ من حيث انتهينا في الحلقة السابقة. شفنا كنا عن الفعل نتكلم، وتكلمنا عن اشتقاقات اسم الفعل من الجذر، وشفنا الجذر الثلاثي بنوعيه السالم والمعتل، والمعتل بأنواعه الستة، كيف نشتق منه اسم الفاعل. نعم. والآن نأتي على الجذر الرباعي. الآن نعم. كان جذر الثلاثي من الرباع. من الرباع السالم أولا يكون بتغيير حركة الحرف الثالث. رباعي طبعا عنده 4 حروف. حرف الثالث إلى رواخة أو إلى ضمة مفتوحة، هذه قلنا ضمة مفتوحة أو يعني، وإعطاء حركة زلامة طويلة يعني كسرة طويلة إلى الحرف الأخير، إلى الأخير، مع إضافة ألف الختام. أنه مثال الذي سيوضح هذه ما قلناه. المثال الأول هو همزم. جذر هو همزم 4 حروف. همزم يعني معناه يتكلم. همزم أيوة، يتكلم. فصير نغير حركة الحرف الثالث. شوف الأول كما هو يبقى، والثاني كما هو يبقى ساكن، والثالث بدل الكسرة الطويلة شو يصير الضمة المفتوحة أو رواخة. هذا نسميه أو. شايف هاي الزين لها كسرة طويلة، فأعطنا غيرنا إلى الضمة المفتوحة أو، فصار همزو بدل همزة همزو مي. ونعطي أيضا سلامة طويل أو كسرة طويلة للحرف الأخير الذي هو ساكن دائما بالجذور. الحرف الأخير سواء الثلاثي والرباعي دائما ساكن. همزو مي، همزومي، همزم تصير همزومي. أبونا هذا الفعل همزومي قال لا علاقة له بالعربي بأي وسيلة، إلا إذا قلت جزم يجزم. يمكن جزم، همس، ما أعرف إذا همس همزمة. جزم، همزم همزومة، همزم همزومة. نعم جزم. أي طيب. جائز هو أيضا من فعل يعني جاي من الأكدية والسومرية وما أعرف إيش شيء قديم، أقدم من القديم. أيوة. هو هناك نظرية بين قسم من اللغويين عندنا يقول أنه هذا اللي نتكلم به اليوم اللي نحن نسميه حديث أو معاصر، هذا مو حديث، هذا أقدم من القديم، من الآرامي، أقدم من الآرامي حتى. قال أنه هذا هو الجاي من الأكدي، السومري الأكدي. هيك عندنا في لغويين هيك يقولون. طبعا نحن كلنا ما متفقين على هالشيء هذا، لأنه في كثير من الكلمات مثل الآرامي أو السرياني الشرقي والغربي وغيرها. وبعض الكلمات مثل هذه همزومة ما في لا في الغربي ولا الشرقي ولا الآرامي ولا أي همزوم. يعني هاي الكلمة ما بتجدها بالبشطة. لا ما موجودة بشطة. بشطة ملل، يقابلها ملل، يتكلمون. وملثة هي الكلمة ملثة وملل. أيوة. براشت هواث ملثة، في البدء كانت الكلمة. إنجيل يوحنا يبدأ هيك. براشت هواث ملثة، في البدء كانت الكلمة. أيوة فعلا. كويس. همزم همزوم. المثال الثاني هو كرمخ. يصير كرموخ. الثالث حركة الثالث الكسرة تصير ضمة مفتوحة، والرابع الحرف الرابع الساكن
يأخذ حركة كسرة طويلة مع الألف البركة. كرموخه، كرموخ، ويعني يلف لفا، يلف. كرمخة. كرمخ. غريبة، غريبة. هاي كمان جديدة، مش موجودة قديما. هاي كمان ما موجودة بالسرياني أوف بالهذه. أوف 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 أوف. طيب. أيضا نجي الكلمة الثالثة. الفعل الثالث هو جرجم. جرجم. جرجم أيوه. معناها يدمدم. جرجم. يدمدم أو لا، يقرقم، يقرقع. يقرقع. قرقعة. قرقم. قرقمت، قرقعة، قرقعة. أيوة قرقم. حتى الرعد نسميه قرقومة. رعد. أيوه أيوه أيوه. قرقم. قرقم. هاي كمان جديدة، مو موجودة هاي ما بالقديم. موجودة بالهذه. أوف. يعني كل الأفعال الرباعية هي مش موجودة بالقديم؟ لا 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 لا، مو كلها، لا مو كلها، بس بس عارف. كثير منها أيضا، كثير منها. أيوه أيوه. قرقم. قرقومة يصير نفس الشيء، نفس الطريقة. كرموخة، همزومة، قرقومة. والآخر المثال الأخير هو مبصر. مبصر. نعم. ومبصر هو الفعل المتعدي للفعل باصر الذي هو ثلاثي، هو باصر. باصر يعني ينقص. باصر. فهي موجودة أيضا بالسرياني يعني بالآرامي. باصر، بصارة، باصر، باصورة يعني ناقص، باصر. فالكوزاتيف مالته أو يعني شو مثل ما قلنا شرب، شرب، فهذا يعني هذا أنقص. أنقص. أيوه. نقص، أنقص. هذه أنقص، هاي طريقة الكوزاتيف يسموه بالإنجليزي، أو يجعله ينقص. أيوه أيوه أيوه. نقص. نقص. نقصوا. أيوة نقص. أيوه مبصر. مبصر. أيوه. أيوة. فنفس الشيء يصير مبصورة. قرقومة، كرموخة، مبصورة. نفس العملية، هو كثير قياسية. يعني الأفعال باللغة الآشورية 99.5% هي قياسية في كل أمورها مشتقاتها. عندنا كثير قليل أفعال محطة أنا في لوح واحد 5-6 أفعال هي فقط الغير قياسية. أيوة. الريجولير. أوكي، هون هيك. هذا الرباعي السالم. شفت ما في أي حرف علة في أي واحدة من هذه. الرباعي السالم. ويعامل بنفس الطريقة كل جذر ثلاثي مفتوح الأول، يعني حرفه الأول في فتحة قصيرة بدل سقاپة الفتحة الطويلة، شفناها في البداية. وكذلك جذره الميمي. جذره الميمي، لأن قلنا نحن في الجذر الميمي عرفناه، تذكر تكلمنا عنه، يراجع القارئ. مثلا برق. برق، شوف هذا فتحة بدل السقاپة، بدل طويلة، بدل هاي سقاپة نقطتين فوق، هي نقطة فوق نقطة تحت، هذه نسميها فتحة. هذه اللغة نسميها رفعة. سقاپة يعني رفع. ايوه. هذه فبرق. شو يعمل هذا؟ يعمل إلى تجديد الحرف الذي يليه. الراء هاي تصير برق، يعني حرفين يكون مضاعف، فلذلك يعتبر رباعيا كما قلنا سابقا، بالرغم من كونه في ظاهره ثلاثي. برق، فيصير باروقة. برق، باروقة. برق، باروقة. خلص أو أنقذ. من هون الفرقان. فارق. أيوة، فرقان. كلمة الفرقان في القرآن من هنا. بالضبط. أيوة. برق، باروقة. باروقة، باروقي. برق، باروقة. أيوة. برق، باروقة. شوف، باروقة، همزومة، كرموخة، باروقة، نفس الشيء. أيوة. ومن مبارق، هذا ميمي، مصدره جذره الميمي. شو عملنا ميم؟
أضفنا ميم ساكنة إليه إلى الجذر، وحولنا الفتحة هذه القصيرة إلى فتحة طويلة كي نتجنب من مضاعفة الحرف الذي يليه. أيوة. فالراء صار مبارق، بدون ما نقول مبرق، مبارق فمباروقة، نفس الشيء فقط بدل الفتحة هي فتحة قصيرة فتحة طويلة، والميم ساكنة في بدايته. شفت؟ فرق ومبارق، هذا جاي من هذا الجذر الميمي لهذا. أيوة. فرق مبارق. قلنا يعامل بنفس الطريقة كل جذر ثلاثي مفتوح الأول، وكذلك جذره الميمي. فأنا أعطيت مثال الأصلي والميمي. طاروس، طارس، مو طرز يطرز، طرس يعني صنع. طرس، طاروس صنع، وأيضا تجي بمعنى قوم. قوم يعني أصلح. هو كان يقولنا أستاذنا منها جاي كلمة صراط. جائز. كان يقولنا هيك، يقول جائز، إنه بس صراط أنا هو المستقيم. هذا ما أجد نفسي موافق، لأنه صراط جاية من سرطة. أيوة. السرطة معناه خط. أيوة. الخط المستقيم السرطة. أيوة. صراط المستقيم يعني السرطة المستقيم. سرط بالسين هي مو بالصاد، هاني بالصاد، هاي الصاد. فطارس هي يصنع طاروسه، نفس الشيء مثل كرموخي قرقومه طاروس. هو الميمي بتاعه مطارس، يصير مطاروسه، نفس التركيب. وهذه كل من هذا النوع، كل الجذور من هذا النوع موجودة في اللوح رقم 8 من الفصل 12 في الألواح اللي شفناها. أيوة، من الرباعي المعتل، هاي كان سالم، رباعي السالم. من الرباعي المعتل، في حالة المعتل الأول والثاني والثالث، يعني معتل الحرف الأول، معتل الحرف الثاني، معتل الحرف الثالث، يكون بنفس طريقة نظيره السالم. يعني هاي أسهل للرباعي بالضبط مثل السالم يكون، إذا كان معتل الأول أو معتل الثاني ومعتل الثالث فنفس طريقة هذه. فلذلك أعطيت فقط أنا أمثلة، مثلا يهول، شوف ياء باء مرققة، واو تصير، ولام يهبل، هي أصلها يهبل يصير يهول، ومعناه يعطي. يهبل يعني يعطي. وأما يهب هو ياهو، يهب، يهول يعطي. يهول من هون بجوز جات اسم الإله هبل. جائز، هبل. المعطي. أيوة هبل، أيوة. المعطي. يهول. مياقر، شوف هذا ميمي أيضا، مياقر، ولكن لأنه الحرف الثاني هذا كان مثال للحرف الثاني المعتل. أبونا أنا أظن أنهم يلفظوه هبل. مش هبل. هبل. نعم، هبل شيء آخر، هبل هي. هبل. النصب الوطني تاع الجندي المفقودة مثل هيك في الجزائر مجهول. في على رأس الجزائر يسموه هبل. عجيب. هذول الإسلاميين يسموه هبل. الإسلاميين يسموه هبل. فاهم علي؟ التحقير يعني للتحقير. أيوة هبل. هبل يعني أنا جاهلية هذه. أيوة من عصر الجاهلية. أيوة. أيوة. أنا سمعت واحد يسميه هبل. شفت له هبل؟ لا، ما شفت له هبل. تفضل. نصف الجندي المشهور.
لأنه عندهم الأنصاب على أساس ما يصير نصب تخليهم. ايوه والهياكل والدنيا هذول. ايوه هذا كله ابونا من شو اسمه، من الوصيه الثانيه في التوراه. الوصية الأولى ثانيه. لا ثانية أيوة. كلها لا يكون لك غير، لا تصنع لك أيوة مثالا أو صورة مما هو في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض في المياه، لا تسجدها ولا تعبدها. جاءت في القرآن النصب. النصب موجودة عدة أوقات ذكرت النصب، وما قدم على النصب. أيوة أيوة كلها بسيط المصايب هو هذاك الكتاب. يلا كمل. اوكي مياه قرم يا قورة مزيد. المثال الثالث، شوف الأول هو معتل الأول، الثاني معتل الثاني، المثال الثالث المعتل الثالث. قلنا معتل الأول والثاني والثالث يكون بنفس طريقة السالم. مزيد، مزيودة. مزيد يعني يزيد. يزيد أيوة. زايد يزداد، مزيد يزيد. أيوة فيصير متعدي، من لازم يصير متعدي. مزيود. مكيم، من مكيم أيضا من كايم. كايم هو أصله يعني يسود، شفناها. مكيم يسود. مكيم. أيوة فصير مكيومة نفسها مثل الكرموخة، قرقومة، مكيومة. أيوة مكيومة مثل هذا. هذا معتل الأول والثاني والثالث نفس الطريقة السالم الرباعي. أما في حالة معتل الأخير أو الأخير خلينا نسويه الأخير، الفرق الوحيد يكون في قلب الحرف المعلول الأخير إلى ياء ذات زلامة طويلة، ذات كسرة طويلة، وإضافة ألف القتال. يعني نفس الشيء مثل هاي، فقط الفرق بين أنه هذا الحرف الأخير الذي هو معتل ويكون عادة أو دائما هو الأليف، فراح يقلب إلى ياء ذات كسرة طويلة. مثلا قلطة، شو 1 2 3 4، الرابع هو أليف، فهذا هو شو اسمه المعتل، فراح يصير ياء، يصير قلطو ياء ذات كسرة طويلة، قلطو نفس الشيء مزيودة. الثالث شو يصير؟ يعطى ضمة مفتوحة قلطو بدل كسرة مالته، ونضيف ونقلب الألف إلى ياء مع كسرة طويلة. قلطوية. أو علدة، فنحن ما نقول علدة، قلت لك نحن دائما نحاول أنه نلفظ. شو معنى الفعل اللي ذكرته؟ قلطي يعني يتخثر. إيش؟ يتخثر، لما الدم يتخثر أو الرائب يتخثر، اليوغورت يتخثر، قلطي لمسته، يعني تخثر اللبن. قلطوي يتخثر تخثرا. والثاني هو ألضي. لا طور روحك، احنا ما فهمت. تخثر يعني شو؟ يتجمد. أيوة، لا بس مو يتجمد، ممكن يعني هو تقول له تجمد، يعني لما اللبن ماكو الرائب. لما الواحد يسوي شو؟ لما يتخثر الحليب حتى يصير لبن. نسميه لبن بالعراقي. انت احنا نسميه لبن. عندكم انتم لبن حليب هو مو؟ لا لبن هو اللبن. جميل. مثل مو مثل المصريين. المصريين لا. اللبن يعني حليب. ايوه هو اصلا ما يعرفوش شو هو اللبن. ايوه لانه حلب يحلب فهو حليب. ايوه يقول حلب يحلب فهو لبن. لا، ما صار من قضيه عادل امام. انا شو كان هاي لما كان يقول الصر يصر الحاحا. صار يصر الحاحا. حلب يحلب لبنا. لا، حلب يحلب حليبا. هذا الظاهر عندهم مصريين الشيء هذا عادل الإمام كان يقشمر بيهم يعني.
أشمرهم أشمر بهم. وعندهم خفة دم. أيوة خفة الدم. إيه. أيوة. أما في حال المعتل الأخير الفرق الوحيد يكون في قلب الحرف المعلول الأخير إلى ياء ذات كسرة طويلة وإضافة ألف الختام. أي قلطي قلطوي، تخثر تخثرا. أيوة. وألضي ألضي ألضي يعني ألضي يعني يخدع، يقول يتكلم كذبا، يعني يخدع يخدعه يغش يخدع يغش. إيه. ألضي ألضوي ماشي ألضوي، الألف هذه ساكنة المعتل هذا الأخير يصير ياء، ويعطى ياء مع كسرة طويلة، والألف هاي تضاف لأنه صار اسم. شوف أستاذ سامي، مهم هذه الملاحظة. الألف في الجذور في الأفعال ليست زائدة، مو ألف البركة هذيك، لا، ألف هي من ضمن الفعل، ولكن بالاسم والصفة هي زائدة، هي ألف بركة هي. لذلك لما هذا الجذر قلطة، شو نحن نعمل رباعي نحسبها الألف ألف، وهي من ضمن الجذر. أما في الاسم، لأنه بما أنه صار اسم الفعل هذا فتحول إلى اسم، فيطبق عليه قواعد الاسم. تمام. قلطوية هو اسم الفعل، لهذا نسميه اسم الفعل، ليس بعده فعل، إنما هو اسم للفعل، يعني اسم جاي من الفعل. هل أنت معايا أم انقطع؟ لا أنا معك. أوكي معك. لا أنا ما كنت أتأمل. أيوه. جميل. مرئي يعني يرعى مرئي مرؤوية مرؤوية. راعي يعني يرعى هو، يعني الغنم يرعى. مرعي لكن يرعى الغنم، الذي راعي يعني اللي يرعى الغنم. اذكر لي الأحرف كلها، اقرأ لي الأحرف. شوف الميم عليها أيوة. شو اسمه قصير، أيوة. الفتحة قصيرة، والراء فتصير أيوة. راء ساكنة مر. بعدين عي أيوة. تحتها أيوة. كسرة عين طويلة، أيوة. مع ألف هذه الأخيرة. أيوة. مرعي. أيوة. مرعي أيوة. هاي اللي كان عندنا مشكلة معاها في القرآن. أيوة. طيب. أيوة. هاي هي. مرعوية يعني إيه. مرعوية رعيا يرعي يرعي مرعا. أيوة. شفت؟ أيوة. مشاني، هذا مين؟ أيوة. مشاني أيوة. مشانويه، مشاني يعني ينتقل انتقالا، مشانويه ينتقل انتقالا. مثل مشى ولا لا؟ لا. مشى هي راخش، مشى فعل آخر. راخش الخاشة، هذا فعل ثلاثي، راخش الخاشة يصير. وهاي فعل هذه مشانوي، انتقل من هذه الحياة انتقل إلى هذه، فانتقل مشانوي. وهاي لا طور روحك. نعم. طور روحك. نعم. هل لها قرابة مع الفعل شنى؟ شو هو معنى شنى؟ يعني بغضة. لا أبدا ثاني إطلاقا. شان. أيوة. هي لا، هي لها قرابة مع أغمي عليه. مثلا هذه طبعا هو من الجذر الثلاثي ميمي، هذا ميم يبدأ بالميم الساكنة، هو الثلاثي بتاعه شفناه كثير مرات، شنة شنوية مشانوية. لكن إذا الجذر الثلاثي شانة مو شنة، يعني الفتحة طويلة بالشين، شانة هذاك معناه أغمي عليه، لأنه جاء الفعل هذا بالقرآن أبونا. شنان قوم،
فلا يعني يقول له مش عشان بتبغضوا الناس لازم ما تعدلوش بينهم. فلا ما اعرفش ايه الفعل بالتمام. شنان. 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 على كل انا بطلع لك اياها بعدين. ايوه هي هشوف. عندنا فعل شنونة. ايوه. شنونة يعني يهدأ، يسكن. اها. شنان قوم. شنان قوم. انا بدي ابعث شفت اياها لانه هاي بجوز لها كرابه. جوز. بجوز لها كرابه. خليك معي. خليك معي هنا. آه، الشننه. اصل اظن الجذر تاعها هو الشننه. الشننه ميم. ميم النون. شنا أو شنا. آه. ولا يجرمنكم شنآن قوم. شنآن. شنآن يعني البغض. بغض. لا، هو شنن يعني يهدئ، يسكن، يهدأ، يسكن. أيوة. هل إلى علاقة طيب مع السناء يعني النعاس؟ سناء. جائز، ما أعرف، جائز، ولكن هي معناها عندها مع آه، شوف شنونة يعني يهدأ. يجاز عنده مع شنتا، معنا مع النوم. أيوة. شنتا ينام. لا تأخذه سنة ولا أيوة، نوم. شنتا. شنتا أيضا. وشنن أيضا نستعملها، ذكرت شنن نستعملها لما يقول مثلا حصان بري يعملوا أليف، شو يسموها العملية، ترويض. تأليف. ترويض. حلو. شنونة يعني احنا نسميه بالعربي تطبيع. تطبيع. لا لكن يقول لهيك. شنن يعني لهيك جعله هادئا، ساكنا، لهيك يسموا أليفا. العلاقة بين مصر وإسرائيل كعملية تطبيع. تطبيع، أيوة، تطبيع العالم. أيوة. وإحنا عملية التطبيع إنك تجبر البقرة تحرث. فاهم إيه. علي؟ صحيح. فيعني البقرة بترفض تحرث. طبعا طبعا. فيحطوا على ركبتها مع بقرة أخرى النير. بيجبروها تجر حجر مسافة طويلة. فاهم علي؟ فبتسمي هاي العملية عملية تطبيع. يمرنوها، يروضوها على الشارع، يعني يعطوها يطبعوها. طبيعة جديدة. نعم، فاهم صح. علي؟ فهيك لهم. كان يعني اللي سموا عملية التطبيع بين إسرائيل ومصر ما يعرفوش إنه لها خلفية فظيعة. فاهم علي؟ ايوه. يعني يجبروهم يحرثوا. هاي حلوة، هاي ما كان فكرنا بها هذه. بس الفلاحين لما يسمعوا ايوه. يفكروا حالا بالبقر. طبعوهم، مثل البقر. يعني هاي مسمي. اكيد. آه، آه، حتى الحصان لما يطبعوه، حصان نحن نقول والله لا طبعك. يعني خليك بعرف. شن يعني شن. ايوه هو يعني يعني تهديد. نعم، تهذيب بده صح. تطبعه يعني تجبره يغير طبيعته. مم. فاهم علي؟ على آه. كل يعني هي ما بنسميها شنن هذه مشانة. اوكي. ثقافة الفلاحين. ايوه، حلوة انتوا حلوة. تسموا تطويع او تأليف. نعم. تطويع او تأليف. واحنا صح. بنسميها تطبيع. نعم. تطبيع. يا تطبيع. يلا بالضبط، تطبيع هذا، عملية شنن. تطبيع. ايوه. مثل الامارات واسرائيل الان عملية تطبيع. يعني بعلموهم يحرثوا. يحرسوا. سوية يحرسوا. يلا نكمل. اوكي، فهذه النوع من الافعال نشوفها في رقم 9، لوح رقم 9 من الفصل 12.
ايوه ايوه بهذا انتهينا من اسم الفعل ايوه الثلاثي والرباعي بكلتا نوعيه سالم ومعتل. إذا ايوه عندنا مجال حتى نكمل اسم ايوه. المرة. عندنا هلا أيوة، اسم عملنا نص المرة ساعة. كثير. عملنا نص ساعة، هلا أيوة. بك نص ساعة معنا. حلو حلو. لا اسم ال المرة. ايوه القسم الثالث من مشتقات الفعل هو ايوه اسم المرة. نسميه اسم المرة. شم جاها. جاها. اها شم جاها. جاها هي مرة. كما جاهي كم مرة، كم من المرات. كما جاهي كم من المرات أقول لك كما جاهي بأمر النخ لا تروح هيك فلان مكان هيك مثلا كل واحد. اه أيوة. ايوه اسم المرة. اسم المرة. ايوه بالإنجليزي شفته بالقوانين يسموه verbal noun. اها 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 ايوه ايوه ايوه. حلو. اسم المرة هو فرع الفعل الذي يشير إلى المرة، إلى المرة، ويكون دائما بصيغة المؤنث، ويعامل معاملة الصفة فيما يخص الجمع، ويشتق من الجذر كما يلي. ايوه أولا، من الجذر الثلاثي يكون بالطرق التالية. من الجذر السالم، الثلاثي السالم، يتم بتسكين الحرف الأول وتغيير خير. حركة الحرف الثاني إلى سقافة أو فتحة طويلة، وإضافة تاو مسقوفة، إضافة تاو ذات فتحة طويلة إليه مع ختمها بألف الختام لأنه صار اسم. أي من شاقل، هذا جذر شاقل. ايوه شاقل ولد معناه يأخذ، ومعارف ايوه. هذا الشاقل الإسرائيلي النقد مالتهم شاقل. لا شكل. شاكل. هذاك شكل يعني ابونا من الثقل. شاكل. اوكي هوني شاقل يأخذ. ايوه شاقل. بالكاف، بيكتبوها بالكاف. اوكي. مش شاقل القاف. يصير ايوه شقلته. شو عملنا؟ سكننا الأول والثاني قلبنا هذه الكسرة إلى فتحة شو طويلة. معنى هذا الفعل؟ شقلته. يأخذ. أخذ يأخذ. شاكل. ايوه شاقل يأخذ. أخذ. شاقل شقلته. شقلته. أضفنا التاء. شغلتها فيكون مثل ما قلنا دائما مؤنث. يكون بمظهر المؤنث. شقلت المرة. طبعا المرة أيضا مؤنثة هي حتى بالعربي. ايوه. المرة الواحدة، المرة الثانية، المرة الثالثة. شقلت. شاقل شقلت. فارق برقت. فارق ينتهي مو يخلص. شوف فارق بالفتحة الطويلة هي يعني ينتهي. براكتا. فشوف يعني يشبه يخلص أو ينقذ. فارق. لا هو ايوه ايوه. فارق براكتا. ينتهي انتهاءة. أيوة. هل لها علاقة مع فارق يفارق؟ جائز. جائز. صح ممكن. فارق يعني فارق انتهى. فارق الشغل العمل. فارق الحياة. فارق الحياة. فارق. أيوة. ولو فارق فرش هي بالسريانية. اوكي. فارق فرش. فارق. فارق فرقته. ايوه وهذا أيضا باللوح رقم 1، لأنه اللوح رقم 1 هو كل الأفعال الثلاثية السالمة. هذا عوض. منيح ابونا ترجم لنا اياها، لانه احنا ما نفهم كويس القواعد العربية حتى، فواحد ما يعرف شو هو هاي الامور بالعربي. نعم بالضبط بالضبط ما بالضبط. نعرف ما نعرف. صحيح. صحيح. كثير من العرب أيضا ما يعرفوها، يعني هذه حقيقة. أو يعني يعرفوا بالكلام، ما يعرفوا قواعديا. طبعا قواعد. طبعا قواعد ما يعرفوا شو يسموها. شلون يتعاملون ويا شو اسمها وشلون تعاملها مع كل حال. ايه فهيك فأنا هذه مثلا الجذر الثلاثي السالم موجود في اللوح رقم 1 بالفصل هذه في أعمدة مثل ما شفنا. العمود الأول هو الجذر، العمود الثاني اسم فعله، العمود الثالث اسم المرة له، العمود الرابع هو اسم فاعله، والعمود الخامس هو اسم المفعوله، اسم مفعوله، والعمود السادس هو
صيغة أمره، صيغة الأمر له. إيه طبعا كل هذه موجودة. هل أبونا أعطيت عن شو اسمه الترجمة العربية لكل فعل؟ لا الترجمة العربية موجودة في الفصل 13 بنفس هذه موجود، لأنه ما قدرت أعطي، ما تكفي الصفحة، ما تكفي كان. لا، ما هو أتفق معك ما تكفي، بس يعني على الأقل الفعل بذاته، يعني الجذر الفعل على الأقل يعني تحته لازم نخلي. لا ما بعرف ما يكفي، ما في مجال. كان بالبداية كان عملت هيك كان نعطي أيضا معناه في الخانة الأخيرة كان بس ما يكفي حتى ذاك الفصل. طبعا الأوراق هي الصفحات هي مو عمودية إنما أفقية مسوية حتى تكفي ست خانات. أيوة 6 أعمدة هذه. أيوة. فلذلك في الفصل الأخير 13 حطيت نفس الجذر واسم فعل فقط، البقية ما تكفي مكان، لأنه في كثير مرات في جذر يشابه بالاسم الفعل واحد يقدر يميزه، يعني واحد من الآخر معاني مختلفة. فحطيت الجذر واسم فعله، بعدين معناه بالعربي ومعناه بالإنجليزي وبعض الملاحظات عنه. لا حتى مش ضرورة، مش لأنه للعرب هذا مو ضرورة الإنجليزي فقط يعني. عليك كتر خيرك مهما عملت الإنجليزي أيضا لأنه كان أوكي. لأنه بالآشوري اللي عملت كتاب هذا ترجمته للعربي، فهناك موجود الإنجليزي. لأنه ليش؟ لأنه كثير من جماعتنا يعيشون في دول أخرى ما يعرفون عربي، فإنجليزي يعرفون، لأن الإنجليزي هو لغة عالمية، هي لغة دولية. أكيد. أما العربي ما يعرف. هسه أنا أولادي ما يعرفون عربي. أولادك ما يعرفوا عربي؟ لا، إنجليزي يعرفون والآشوري يعرفون والسويدي يعني يتعلمون. نفس الشيء أبونا بناتي، نفس الشيء. بناتي شو اسمه لا بناتي يفهموا اللغات الوطنية. طبعا. فهي هاي هجرة من السلبيات. الهجرة فيها كثير من الإيجابيات ولكن فيها سلبيات. هي هاي خاصة نحن كشعب قليل العدد، يعني كماينورتي، كقلية يعني بقينا، وهسه يعني انتشرنا في العالم كله، في كثير كل القارات موجودين. المشكلة عندنا أبونا في سويسرا إنه ما عندنا لغة، عندنا 4 لغات. أيوة عندنا 4 لغات ومجبور على الأقل تتعلم لغتين وطنيتين. مجبور في المدرسة. يعني ال4 لغات هي وطنية، لغات وطنية. أيوة وكل القوانين تصدر فيها. حلو. شوف دائما ديمقراطية هذه. والبرلمان كان عندنا أيضا 4 لغات 5 لغات، ولكن فقط العربي هي لغة رسمية، البقية ما في. هلا بعد ما صارت الأحداث 2003 وعلى أساس راح الحكم الدكتاتوري وجاء الحكم ديمقراطي، ولو مع الأسف فوضوي مو ديمقراطي، لكن صارت هذه مثلا اللغة الكردية اللي هي الثانية، يعني المجموعة الثانية عدديا بعد العرب هم الكرد في العراق. فلهم أسباب حتى بالبرلمان وبالدوائر، حتى في بغداد تكتب باللغة العربية واللغة الكردية فقط. أما التركماني والآثوري والأرمني والآشوري والأرمني لا، ما في. صعب. فقط في المنطقة الشمالية لكثير من الآشوريين عندنا مدارس رسمية هي تدرس كل اللغات، كل المواضيع باللغة الآشورية، يعني حتى الفيزياء والكيمياء والهذه. وين هذا؟ في شمال العراق، في منطقة كردستان نسميها. حلو. نعم هناك هيك فبدينا بها من سنة 92. أنا بعد ما كنت طالع، أنا كنت واحد من الذين بدأ بهالأمور هذه وسوينا اجتماع هذه، أنهم لأن نحن كنا ندرس بالكنيسة لغتنا أثناء العطلة الصيفية 3 أشهر يوميا 4 ساعات 3 أشهر الصيف. أيوة كنا ندرس. فكان عندنا يعني مدرسين تعلموا هذه.
فلما صارت الانتفاضة وخرجت المنطقة الشمالية من تحت حكم بغداد، حكم صدام، فصار هناك يعني نوع من الديمقراطية يعني نقول. فأيضا احنا طلبنا طبعا المساواة، فصار يعني لأنه كان في عندنا أحزاب مع الأحزاب الكردية كانت ناضل في وقتها يعني، وتهربوا إلى إيران سوية ما أعرف إيش. فهالشيء هذا كان صار. لما جت الأحزاب الكردية، وجاء أيضا هذا حزب الديمقراطي الآشوري اللي كان معاه مع الأحزاب الكردية المعارضة. فصار أنه يكون عندنا نحن أيضا مشاركة يعني في الحكم في هذه كل شيء. فذكر أنا تعاونت كثير معه طبعا، هذا من أجل قوميتنا، من أجل أمتنا. أكيد. أيوة، مو كسياسي إنما كاجتماعيا يعني. مفهوم. هذا الحزب حتى ساعدتهم أنا، شفت لهم بيت، جو قبل 2 منهم مبعوثين، فجوهم زين، لأنه استاذ لما صارت الانتفاضة سنة 91 بعد ما الجيش خرج مهزوما من الكويت، الجيش العراقي بعد احتلال الكويت، فصارت هناك انتفاضة شعبية بدت من الجنوب، من البصرة اللي كانت أقرب للكويت، عندما رجع الجيش وهو منكسر ومهزوم، فحتى كثير من الجنود يعني فانقلبوا ضد النظام، وبعدين الشعب انتفض، صارت انتفاضة، فبدأوا بالهاي يخرجون من تحت سيطرة الحكومة المركزية. فصار بعدين تقريبا من 18 محافظة 14 محافظة خرجت من تحت الحكم يعني. اي نعم، من 18 محافظة 14 محافظة. واخير المحافظات كانت الشماليه، يعني بدا من الجنوب وتدريجيا صعدوا بعد محافظه بعد وصلت الى المحافظات الثلاثه الشماليه، هي محافظه سليمانيه واربيل ودهوك، وانا كنت في دهوك، محافظه في دهوك، في مدينه دهوك نفسها مركز المحافظه. فصارت هالامور هذه، وكان عندي حقيقه يعني دور مهم في المسألة هذه، في أنه محافظة على أبناء الشعب هذه لا يروحون ينتشرون في الأحزاب الكردية وغيرها. فكنت دائما أطلب منهم أنه ينتظرون إلى يجينا الحزب هذا، يجي حتى اللي يريد يشتغل في السياسة يروح الحزب تاعه، الحزب الآشوري. وبالفعل أنا كثير عملت من أجل أن يأتون بسرعة، وحتى جماعة كانوا يجوا لي، أبونا أنت سوي هاي، سوينا فد هيك. أنا رجل دين، أنا قاس، وما يصير قاس يشتغل بالسياسة ويكون حزب سياسي وما أعرف إيش. ما. لكن عندنا هذا حزب خليه يجي، بس حافظنا على الناس. أنا مع بعض الناس سوينا، انتخبنا فد لجنة صغيرة مدنية طبعا، أنه تحافظ على الحقوق المواطنين الآشوريين هناك، إلى أن جو هذا الحزب، وأنا ساعدتهم يشوفوا مكان وهذه. وكان لما تجي الوفود من فرنسا، انجلترا، من كل الدول جتنا، حتى من فنلندا، فكان من ضمن يجيبوهم عندي الكنيسة يعني يقابلوني ويعملوا معي مقابلة وهذه. فجريدة فيغارو مرة جو سألوني 27 سؤال جاوبتهم فنشروها في حينه، وإذاعة فنلندا كذلك، وما أعرف إيش، من كثير من أماكن. المهم زين عملت. فكنا هذه، ويعني نوعي الناس ونحافظ عليهم أنه لا يتشتتون. ومن ضمن طلبنا طبعا بحقوقنا القومية وحقوقنا الثقافية، من ضمنها أن يكون لها حق في التدريس، يعني مدارس درس لغتنا، لأن يعني كانت قبل ممنوعة في صدام، كان ممنوع بس العربي، ممنوع الآشوري وهذه. كان في لجان خاصة في الوزارة الداخلية، طبعا هذا شيء سري كان، ولكن قدرنا نعرف عنه أنه لضرب أي تحرك قومي آشوري منذ البداية. أيوة. وحتى في مؤتمر مدراء الأمن للعراق لسنة 81 كان هيك، بعدين لما صار الانتفاضة دخلوا حتى دوائر كلها خربوها هذه. فوثيقة كان حصلنا عليها
سرية طبعا لأحد مؤتمرات المدراء الأمن في العراق كله، يقول فيها أيضا، يقول ضرب أي تحرك آثوري منذ البداية في بداياته، وعدم السماح لأي تحرك قومي أو هذه أو أي فكر قومي. وأيضا تقريبا 6 شباب سنة 81 شنقوهم آثوريين، لأنه كان شكلوا حزب سري آثوري، شباب مساكين كنت أعرف 2 منهم، شنقوهم حقيقة ومثلوا بجثتهم ورموهم رموا جثتهم أمام أبواب باب بيتهم، يعني آبائهم. أيوة. في بغداد. أيوة. فيعني كان في عندنا نحن طبعا الآشوريين منذ يعني 120 سنة أكثر، كان دائما يعني في حركات قومية عندنا، بخلاف طبعا الكلدان كان أكثر كنسيين من مدنيين، وكذلك السريان. بس في تركيا بعدين عرفنا أنه كان في الوعي القومي الآشوري من قسم من السريان، من أبناء الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، يعتبرون إلى هسه. نحن عندهم في السويد في كثير عندهم نادي أيضا نروح له دائما، يعتبرون نفسهم آشوريين يعني قومية، ولا سريانية مو قومية، لأنه ما في شعب تاريخيا اسمه سريان، ما في. ما في شعب ولا في ثقافة سريان ولا في دولة سريانية صارت أو مملكة أو شيء. فكان هناك آشورية، بابلية، سومرية، أكدية، آرامية أيضا، ولكن سريانية ما في. أيوة. فهناك كان يعني حتى فائق نعوم اكو واحد سنة 1800 ويمكن 60 70 في تركيا في ديار في منطقة طور عابدين، كان شكل حزب شيعي آشور باسم آشوري، هو سرياني طبعا، آشوري، فائق نعوم اسمه، وكان يصدر جريدة أيضا للتوعية وهذه. فكان إنسان يعني مثقف. وإلى الآن نحن كل سنة نعمل الذكرى بتاع وفاته، يعني يعملوا هذا النادي طور عابدين، اسمه نادي عندهم السريان الآشوريين، السريان اللي يسمونه آشوريين، لأن هنا السريان انقسموا إلى قسمين في السويد وفي أوروبا. القسم الذي يقبلون يعترفون بأنهم آشوريين قومية، والقسم لا ما يعتبرون نفسهم، يعتبرون أو سريان أو آراميين يعتبرون نفسهم. انقسموا حتى عندهم، والكنيسة انجبرت، بس طلع يعني عاقل البطريرك بتاعهم بوقتها انه قام عين لكل قسم عين مطران لهم حتى لا كله كان يصير انقسام بالكنيسة ايضا، فعين مطران لهذول لمطران لهذول. فموجودين اثنيناتهم هسه في ستوكهولم الى هسه باقين مطرانين عندهم في ستوكهولم، واحد للسريان الآشوريين، واحد للسريان الآراميين او غيرهم. عربية. طيب نكمل. شكرا على التصنيف. ايوه هاي طبعا كم سنة فتحناها. منيح برضو، انا بتعلم ابونا، بتعلم. كله مفيد. معلومات طبعا، هاي معلومات مفيدة. اي واحد يكون واعي على ما يجري. اوكي. نجي اسم المرة من الجذر الثلاثي، قلنا من الثلاثي السالم يتم بتسكين الحرف الأول وتغيير حركة الحرف الثاني إلى سقاطة أو فتحة طويلة، وإضافة تاو مسقوفة إليه، تاو ذات فتحة طويلة مع ختمه بألف الختام. فشاقل، جذر شاقل أخذ يصير شقلتا، سكننا الأول، الثاني عملنا من الكسرة سوينا فتحة طويلة، والثالث بقى على حاله ساكنا، أضفنا تاء ذات فتحة طويلة، شقلتا، من طارق ترقتا، ياتو توتا، وهكذا راح نجي نشوف بعدين. من معتل الأول، إذا نجي على المعتل، أولا المعتل الحرف الأول يكون مثل السالم تماما، أي من آمر، شوف هاي ألف هي معتل، هاي حرف علة، آمر، صير مرتا. شو نعمل؟ فقط نسكن، لا بس يتسكن هذا، ولكن أيضا لفظا يوقف لفظه، بهذا الشرط موجودة. مرتا، آمر مرتا، آسق سقتا، شاق شقلتا، آسق سقتا.
هاي أبونا الكلمات موجودة في القاموس أم فقط الجذر موجود؟ الجذر موجود هو فقط، ولكن أيوة الجذر هو موجود. في هناك بعض مو المشتقات، إنما استعمالاته مع كلمات أخرى موجودة، يعني شرح شوي أكثر. أيوة. أما هذه لا، ما موجودة بالقاموس هذه. اشتقاقات ما موجودة، هو الجذر موجود، جذر الفعل. يعني إن بدي أبحث على الكلمة الأولى على اليمين ما بجدها هيك. لا، تجدها هون مثلا على مرتا لازم تروح آمر. شوف. أيوة فهمت. بالشقلت شاقل. فهمت. أيوة الجذر. طيب في لوح رقم 2 موجودة هذا المعتل الأول. من معتل الوسط الحرف الثاني يعني يكون معتل، يكون بتغيير الحرف الوسطي هذا إلى يود. إذا كان ألف فتتحول إلى يود، ذات فتحة طويلة. إن لم يكن كذلك، يعني إن لم يكن يود فإما ألف أو يود. طبعا نحن عندنا حرفين إلا، إما ألف إما اليود يعني. فإذا كان ألف فيحول إلى، إذا كان ياء يبقى ياء كذا كما هو. وترك إذا كان يود، والباقي كما في سالم. يعني سالم عملنا إيه؟ سكننا الأول وحولنا الفتحة الكسرة الطويلة للثاني إلى فتحة طويلة، والثالث بقى كما هو ساكن، وأدخلنا تاء مع فتحة طويلة. تمام. فصير مثلا قائم. شوف هذا الثاني هو المعلول، حرف الثاني ألف هو، فيصير قيمت يتحول إلى ياء. قيمت. قيمت. قام قيامة. قيامة. قام قيامة. قام قياما. قام قيامة. أيوة. قيامة. قيامة واحدة مرة. بيش من بائش. بائش يبقى بائش. هاي الألف تصير ياء، وحسب القاعدة تأخذ فتحة طويلة، والشين تبقى كما هي حسب القاعدة، وإضافة تاء ذات فتحة طويلة مع الألف. يشت. كايم يسود، يصير كيمتا. نفس الشيء نسكن لا، نفس القاعدة. يعني سهل هي، بس طبعا كثير أمور هي في واحد طبعا مثل ما اعتقد واحد يتعلمها بدون ما يفكر شو هي شو ما هي. أيوة. يستعملها هيك يعني أوتوماتيكيا تلقائيا. ولكن عندما الإنسان يكبر، يعني الطفل هيك يتعلمها، إذا يريد أنه يعرف اللغة زي تمام، وكيفية تشكيل اللغة هذه، ولماذا نعمل هيك ولماذا نقول هيك، فطبعا يروح للقواعد حتى يعرف. أما من معتل الأخير، إذا كان حرفه الأخير من حروف العلة، يكون اشتقاق اسم المرة منه بتحويل ألف الأخيرة هذه المعتلة إلى يود ساكنة. أما الباقي فكما في السالم أنه تسكين الأول وقلب الكسرة الثانية إلى فتحة طويلة. أبونا فقط سؤال ما أعرفش. أنت بتقول يكون بتحويل ألف الأخيرة، لماذا لا تقول الألف الأخيرة؟ لأنه أنت ألف وألف يعني نفس ألف وألف نفس الشيء. يعني قلت أنا هاي صارنا 22 حلقة، فتعودنا. المفروض تعود القارئ. لا أكيد بس يعني ما هو يعني لأنه أنت بتحكي العرب، فاهم علي؟ نعم. واليود الياء إلى ياء ساكنة. يعني مجرد سؤال، هو مجرد سؤال. يمكن وعملناه. أنا شفت كنت أقولها هذه. أيوة. يعني قلت بعد كفى، لأنه صار إلا هذه خلينا نستعمل حرف نفسه. لأنه فجأة أنا ألف، بعدين براجع مخي لا ألف يعني ألف، فاهم علي؟ يعني بصيب الدوخان، من الدوخان. بس حلو برضه حلو. يلا اللي تشوفه. وأنت تعرف أنت ممكن تعمل التغيير كامل بثانية واحدة. أينما تكون ألف تعمل ألف. ألف تصير ألف يعني. نعم. لأنه أسهل بعدين للعرب. نعم. للعرب الألف مو أنا ما بدي يعني
ابدل العربي على الاشوري، لا، بس يعني فقط اللي تشوفه معرفة المعرفة. أوكي. اللي تشوفها أنت تعملها. سهل. أي. مو مشكلة. فالمعتل الأخير هذه الألف الأخيرة اللي تكون عادة هي المعتل، يعني الأخير ألف تكون المعتل الأخيرة. النوع من الجذور تتحول إلى ياء يود ساكنة، أما الباقي كالي. فمن كالي شفنا طبعا نفس الفعل هذا، شفنا الاسم الفعل من عنده، وهلا نجي اسم المرة. كالي سير كليتا، اسم الفعل بتاعه كان كلايا، تتذكر يمكن. ايوه واحد شوفه هون بعدين بالحلقة السابقة. كالي كليتا، هون نضيف التاء ذات الفتحة الطويلة. كليتا يعني وقف وقفة بدل وقفا. وقف وقفة. ايوه وقفة. وقفا ووقفة. ايوه وقفة اسم المرة، وقفا اسم الفعل. قريت يقرأ قراءة. قبل كان يقرأ قرأا، وهنا قراية، قريت اسم المرة، قراية اسم الفعل. نعم. أوكي. نأتي على المعتل الأول والوسط، يعني حرفين فيه، وقلنا من هذا النوع فقط أكو عندنا فعل واحد يتيم فريد، وهو يائر فقط، يجرؤ، فيصير يرتى. شيء يصير معنى بالأول هو الساكن الأول أيضا. الأول ساكن الأول مثل أقول المعتل الأول شفناه كان إيش؟ نغير أقول نبطل لفظه، تمام، بهالشرطة هذه. الثاني طبق قاعدة أخرى أنه بألف هو فيتحول إلى ياء مثل المعتل الوسط، مثل قائم يصير قياء فيصير ياء. فالأولى الياء الأولى الأصلية هذه مبطلة، الألف الثانية تصير ياء مع فتحة طويلة فتصير ياء، والراء تبقى هي كساكنة كما هي يار، بعدين نضيف التاء المفتوحة فتحة طويلة يرتى. يعني وهذا فعل وحيد فريد مثل ما قلت. يعجبني أكتبه لأنه موجود، هو مسكين ولو وحده، لكن لازم لا أكيد لازم نعتبره كذلك. أوكي. معتل الأول والأخير إذا كان يكون مثل المعتل الآخر، معتل الأخير يعني مثل المعتل الأخير. شوف المعتل الأخير كان المعتل الأخير يكون بتحويل ألف الأخيرة إلى يود ساكنة وإضافة تاء طبعا مسقوفة، تاء بس كليتا. فهنا الأول الوسط والأخير من المعتل الأول والأخير، فأكثر تركيز على الأخير. الأول يتبع المعتل الأول، يتبع القاعدة المعتل الأول، والأخير يتبع المعتل الأخير، فيكون مثل المعتل الأخير أي يا بي. شوف الأول يود والأخير ألف، اثنيناتهم معتلين. فالأول الحرف المعتل الأول نطبق عليه القاعدة اللي قلنا أنه شو يصير، ينسك ساكن يبقى، وأيضا يبطل لفظه يسكن. والثاني يسكت. أيوة يسكت. شكرا. أيوة يسكت بالضبط، يسكت. أيوة. يسكت يسد حلقه يسد حلقه ما خليه يسكت. يصوت. أو يصمت. هو يسكت. أيوة يسكت. أيوة. والثاني تقلب كسراه إلى فتحة طويلة. والثالث المعتل حسب قاعدة الثالث يتحول الألف إلى ياء، وياء ساكنة في حالة الاسم المرة، وإن نضيف التاء المفتوحة طويلا الممدودة تاء فتصير بيتا. يابي بيتا يخبز خبزة واحدة. بيتا لأنه بيتا عند اليهود يسموه الخبز الرقيق، البيتا.
البيتا. أيوة بيتا البيتا. بسم من الله. هنا جاي أبونا يقول أبونا، إذا كنت ما بتخوني أستاذنا، البيتزا جاي من هون. بيتزا لا جاي. باستا، لا باستا، لا بيتا، باستا لا بيتا. باست بالفرنسي، لا نعم يا باست، بيتا، لا نعم باست. كل شيء جاهز. إيه بيت يا بيتا. إيه آه. أيوة. والمثال الثاني هو يامي، أيوة شفناه أيضا في حالة الاسم المفعل، ومعناه يحلف ويقسم، يحلف. ميتة، شوف يامي ميتة، يا بيتا. يحلف حلف حلف. حلفا، حلفة أو حلفة حلفة. قسمة ويا حلفة. حلفا هي يامي مايا، أيوة هذه غير شيء. أيوة مايا، وحلفة ميتة. أيوة مايا ميتة. أوكي. أما الأخير، النوع الأخير من المعتل وهو معتل الوسط والأخير، يكون كما في معتل الأخير، معتل الآخر يعني النوع الأخير. خيي من خاي، شوف وسطه ياء ونهايته أليف، اثنيناتهم حرف علة، يصير خييتة، نسكن الأولى، الثانية كسرتها تتحول إلى فتحة طويلة، والثالث الحرف الثالث المعلول اللي هو ألف ويقلب إلى ياء ويسكن في حالة هذه المرة، ونضيف تاء ممدودة. خييتة، خييتة، يحيى حياة. أيوة 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 أيوة. والمثال الآخر لا الذي قلنا يرثي رثاء، يرثي لا يصير لييتا. في اسم الفعل بتاعه يكون ليايا، في اسم مرة لييتا. أيوة رثاءة أيوة أيوة. اوكي. فهنا انتهينا من الثلاثي. هلا صار ساعة أبونا. ايوه الثلاثي السالم والمعتل بانواعه الستة. أيوة. ونقف هون. طبعا نختم أظن على نقف أن أمل اللقاء في في الحلقة حلقة القادمة جديدة. لنكمل إيه الجذر الرباعي. إيه. أنا بدي أشكر أبونا شمعون إنه مو فقط علمنا اللغة الأشورية، كمان ثقفنا في التاريخ الأشوري، وهذا مهم. واحد يعرف جذوره وهيك وقصصه وحياته ومشاكله ومصاعبه. يعني حنعمل إيه هاي الدنيا. افرحوا مع الفرحين واحزنوا مع الحزنوا. حلو أن واحد يتعرف على بعض البعض. أكيد أكيد أكيد. يعني لازم واحد يكون يعني عنده الإحساس. ايوه لا يعتبر نفسه هو فقط موجود في العالم، اكو غير. انا كانت تعجبني هذه كثير لما كنا ندرس في روما، كنا من 70 دولة. ايوه طلاب نعيش سوية، وهذه فكانت تعجبني كثير لما اشوف هالاختلافات، واحاول انه افهمها، اعرف شلون شو عندهم من العادات ولغتهم وما اعرف ايش من هذه. فكنت اسميها هاي جغرافيا حية، انا كان اسميها نحن جغرافيا حية. فهذا هالمصطلح او التعبير اللي كان يعبر اخذه كان مدير المعهد، مدير السمينار. كان في كثير من المحاضرات، وكان يقول كما يقول شمعون انه نحن جغرافيا حيه هنا. اي 70 دوله تقريبا. اي فتعرفنا على دول مختلفه وهذه، وشفنا. وحلو الشيء الحلو كان كل واحد كان يقدر يروح لسفارته يجيب افلام وثائقيه عن بلده ويشوفها. كان عندنا قاعه سينما كبيره، يعني في حين يمكن ما كان في كثير من دول عربيه مثلها. ف كان ماكينة سينما سواء 16 ملم أو 36 ملم، يعني الأفلام الغليظة الكبيرة والأفلام الصغيرة. فنجيب، كان هنا رحت السفارة العراقية، جبت كم فيلم هيك، كان عندنا وثائقية عن العراق، يشوف مناطق العراق وبغداد وشوارعها ومكانها وأشياء كثيرة، وصناعة التمور العراقية كان مشهورة، بس هسه مع الأسف
بعد الحرب الإيرانية دمرت أيضا، دمر كل شيء، دمر بالعراق مع الأسف الشديد نتيجة الحروب التي خاضها صدام أفندي. أيوة. هنعمل ايه؟ هاي الدنيا، هاي الدنيا. انا كنت في مدرسة، يعني في بيت داخلي في فريبور مع ايليا، مع ايليا وغيرها. كنا كمان عدد كبير من الدول، كان عدد كبير من الدول، يعني هي منح وغير منح، فعليه خليط أجانب وسويسريين، بس غالبيتهم كانوا. وكان المدرسة سموها الهيئة سموها سان جوستان، القديس يوستينوس. أيوة. وأنا كنت أحس كأني في بلدي، لأنه يوستينوس هو فلسطيني. حلو. فهمت علي؟ حلو. فيعني ما أحسش بالغربة. أيوة. يعني أنا كنت أكون أنا بضيافة ابن بلدي. ابن بلدي. جميل جميل. فهمت علي؟ فما أحس بالغربة. يعني أنا لما أروح على بيت يوستينوس سان جوستان بكون رايح على بيتي. صح، بيت ابن بلدي. أيوة. إيه، بيت بلدياتي. فاهم علي؟ إيه، فهي هي يعني. حتى قال لي رئيس الدير، رئيس الهيئة، هو كان أغسطيني، كان يقول إنه لما جو طلبك مشان تاخذ منحة كنا مقدمين عاطين كل المنح، بعدين فجأة جاء طلب بتاعك. وكان رئيس الهيئة اللي تعطي المنح هذا كان المطران، مطران تاع فريبور. قال بس مش معقول نرفض لواحد من بلد يوستينوس. حلو. فقالوا لا، هذا نزيده على البركة. جميل جميل. ايه، قال لي يعني انت لو ما كنت فلسطيني ما اعطيناك. وي. ايه، لانه انت من بلده ليوستينوس، فيعني كنا مجبورين فيه يعني. اي جميل جميل. ما نقدر نفشل ليوستينوس، فاهم علي؟ ما نقدر نفشله. فهي، وكان الرئيس تاعنا دائما يقول كل واحد يعتبر نفسه سفير لبلده. حلو. كان يقول لنا هيك. فتصرفوا منيح بالبلد وين ما تكونوا، لانه بعدين اذا انتم عندكم سمعه كويسه هي بنعكس على كل بلدكم. صح، بالفعل. واذا انت كان عندكم سمعه عاطله بنعكس على بلدكم. بالضبط. فيعني كل واحد منكم سفير لبلده يعتبر نفسه. هو كذلك. نعم نعم نعم. هو كان يعتبر هيك، خلي الناس يحبوك ويحبوا بلدك كمان. وانت يعني سفير للاشوريين. فهمت علي؟ ايوه. ايوه. يعني أنا مثل ما قلت لك، يعني شفنا كثير من الافلام الوثائقيه عن دول مختلفه فظيعه، اول مره نشوفها ونعرفها، فكنا نتعرف، هاي كلها تزيد معرفتنا للدول الاخرى، للثقافات الاخرى، للغات الاخرى، لطريقه التفكير الاخرى. جميل، هذه جميل، فواحد يكتسب يعني عقليه عالميه، يعني عالميه. ايوه، هذا ضروري ضروري من العقليه المحصوره. واضف الى ذلك، انت يعني ابونا هنا باللغه الاشوريه، انت يعني مو جايب لنا اللغه من الاسكيمو، هاي جايب لنا اللغه من منطقتنا. ايوه فهمت بالضبط. علي؟ يعني اللغات الاصليه، يعني لغات اجدادنا. ايوه. اجدادنا كانوا يتكلموا. ذكر انه يعني واحد يتذكر انه السيد المسيح كان يحكي هاي اللغه. نعم الاراميه، يعني صح. مو يعني مو غريبه علينا، على منطقتنا يعني. لغه اصليه للبلدان هذه يعني. ايه واجنبيه، مو لغه اجنبيه انما. هي يعني من ثمار بلدنا، من ثقافة بلد. وأصلا أبونا تعرف الرواقية، الفلسفة الرواقية هي فلسفة سورية. زينو كان سوري. نعم المؤسس تاع الرواقية كان سوري. وبعدين هو الامبراطور الروماني ماركوس أوريليوس هو تبنى الفلسفة الرواقية. وعندي ماركوس أوريليوس المشهور. نعم. وعندي هنا جاري واحد سوري ويعتز بسوريته، فهو ترجم كتاب عن الرواقية إلى العربي. حلو. وموجود على الانترنت، وهداني هدية من هذا الكتاب.
فاهم علي؟ يعني هو يعتز في بلده، صح. يعني هاي فلسفة من بلادنا. فهمت علي؟ يعني هو مو ترجم كتاب الفلسفة الاسكيمو أو نعم الهندية، لا، هيكون يعني هاي فلسفة بلادنا. صحيح. فهمت علي؟ فالواحد يشوف يعني انه، وانا دائما اقول انا يعني اتبع المبادئ الستويسيان، لانه هاي فلسفة بلادنا. نعم هاي ثمار الفكر اللي عندنا، صحيح. منطقتنا. واكيد هم كانوا فاهمين عقلية الناس وعارفين كيف يدبروا حالهم يعني واصدروا. واثينا كانت تكرموا لزينو، وعاملين له تمثال في العاصمة تاعتهم. اها. ايه، قال احنا صحيح هو انه هذا غريب بس هذا عالم فاحنا نكرمه. جميل. حاطين تمثاله في وسط العاصمة أثينا في العهد القديم. نعم نعم في نعم العهد القديم. نعم وهذا نعم. هو صاحبنا كان سوري، كان أيوة سوري، أيوة سوري أيوة أيوة. الجنسية. حتى الناس ما هذه إن يعرفوا عملوا هيك، حتى أعطوا انطباع لبقي الناس كثيرين أنه يعتبروا يمكن هو يوناني ولكن هو سوري كان. هو سوري، إيه هو بس هم سوري. لأنه قدروه وعملوا له تمثال هذه فممكن أعطيهم انطباع أنه هو أيوة أيوة، لا هو سوري، سوري إيه. الأصل. إيه. اقرأ عنه زينو نعم. هذا. وإذا تريد أبعث لك حتى الترجمة تاع صديقي إيه. اللي عن حياته لزينو وعن أها. أفكاره، إيه. عن أفكارهم ما هي أفكار كان درسناها الرواقية. بالفلسفة، زينون. أيوة أيوة. وأصلا هو يقولون إنه جزء من الفكر المسيحي مأخوذ من الرواقية. رواقية. لا. يعني هو بطبيعة الحال هي فلسفة المنطق ككل، فلسفة ككل ككل. نعم هو تراكم تراكم المعلومات. معلومات، أيوة تراكم معلومات، كويس واحد ينفتح على ثقافة الآخرين. ثقافة المختلف. نعم. مثل ما أنا يعني، أنا أول ما قلت لي عملت كتاب أشوري قلت لك شو أنت عملنا يا فقر الأشور وإحنا مالنا. لا. إيه صح. يعني احنا نقعد في على المصطبة. احنا فقط نتفرج. حلو طبعا. طبعا الإنسان المثقف يقدر وهذه ويقدر يقيم أيوة ايه، يقيم وانا يهمني انه هذا كتاب القواعد يكون في احلى صوره. نعم. يعني انا يعني كل هاي الخدمه البسيطه اللي ممكن اقدمها، مو انت اللي شكرا بتعمل الشغل. لك، أنا بس شاكر يعني لك فضلك آه، وخلتني أنه أتشجع أنه ترجمه العربي. كان لي فكرة بس كنت أقول لا، من راح يشوف، من راح يهتم. لكن من شفت أنه عندك اهتمام أنت، وأنت طبعا موقعك مش قليل، يعني موقعك كبير آه، جدا في الدراما أو في هالمسرح الثقافة العالمية وهذه، هاي فلذلك يعني تشجعت أكثر. وشفت يعني صاروا يسمعوا. حتى واحد اليوم قال لي هو مين كان يحكي عن استاذنا كريستوف ليكسنبرغ غيرك؟ صح يعني فقط بالضبط. في مجموعة قصيرة صغيرة من الناس المثقفين، حتى الألمان يبغضوه على المسبحة. فهمت علي؟ كان لا يبغضوه. أنا منك تعرفت عليه، وكنت أعرف في هناك شيء واحد اسمه هيك. صح. وحتى هذا اللبناني صديقة وهذا نعم. الشيخ كلهم تعرفوا عن طريقي. شفت. كلهم تعرفوا علي. هلا حتى الشعب كلهم يعرفوا مين لوكسمبورغ. شفت. كل الشعب يعرفه. شفت. وطبعة العربية، أنا المترجم الوحيد أبونا اللي يذكر اسمه في الترجمة، ما بالفعل في حد يذكر. بالفعل. الآخرين يبغضوه. صحيح. بس مسكين قال كان شوف هالشيء هذا. بس أنا ما عندي هاي العقلية. يعني أنا عندي عقلية لازم يعني نتعاون، صح. صح. لمزيد من المعرفة. مزيد المعرفة. وهذا مسكين يعني صاحبنا ويستحق. طبعا لأنه يستحق. تعب كثير وعمل جهد وعمل وعنده اكتشاف حلو يعني. ممكن نتفق، ممكن نختلف، لكن جاز منهجه حلو، جاز المنهج حلو. اليوم كثيرين ما يهتم، بس يجي يوم راح يقيموه كثير أكثر حتى الذين اليوم ما يهتمون به. إيه 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 لأنه إيه هيك إيه مع الأسف هيك كثير من الناس
قيمتهم تعرف بعد ما يروحون بعد. ايه اكيد، احنا مو عايزين يعني، ايه هي الافكار اللي لازم تبقى. تبقى إيه نعم تبقى ما هو صحيح. هو كان شو اسمه يقولون انه شو اسمه هذا ابن رشد لما حرقوا كتبه لك الخادم تاعه يبكي، وجد الخادم تاعه يبكي على الكتب. يبقى قال له لا تبكي لأنه الأفكار لها أجنحة ما حد يقدر يمسكها. ايوه علي ايوه ما تبكي، الأفكار لها أجنحة تقطع بالفعل. الحدود. وهكذا إيه صار إيه، وهكذا وهيك صار. اللي يصير، إحنا يعني نساعد على قلب الهوى. ايه ايه ابن رشد احنا يعني اقول ابن رشد احنا من خلال القراءة اللاتينية عرفنا عليه. أيوه أيوه ايه أيوه في أيوه, روما بالفلسفة أيوه. افيروي يسمونه. ولولا السريال ما كان أفيرويس. لولا السياق ما كان صحيح، بالضبط. لأنه هو ما يفهم سرياني، وهو نعم لولا تعامل على الترجمة ترجمة العربية تاعون السريان. الفلسفة اليونانية. نعم صح بالضبط. شفت هذا واحد يقول من هذول السريان، شفت الواحد كتب تعليق بعثت لك اياه على الواتساب، قال نعم لي وهذا مين هذول السريان؟ احنا قصنا السريان يجوا يعلمونا معنى القرآن. إيه بس جاوبته خوش جواب كان. ايه ايه قلت له ايه شو جاوبته جواب. السخافات هذول؟ ايه هذول ايه ايه احد ينكر الجميل، وبعدين ابن بلدك هذا يا ولدي، ايه هذا ابن بلدك، انت تتعامل مع ابن بلدك باسلوب هذا العاطل. ايه ايه إيه؟ ايه ايه. وهو جزء من حضارتك هذا، وحتى بدل ما يشكره لأن يقول شوف ايوه هذا مو هو ما عنده يعني واجب عليه انه لكن ده يعمل هالشيء هذا فهذا ايوه ايوه يفيدنا ايوه فائدة لنا. ايوه ايوه لازم ايوه. يشكره مو يقرفوا فيه. والغريب انه في امام البرلمان السويسري يوزعوا القران إيه مجانا على المارين. إيه إيه. وانت لما تقرا القران وتقول له مني انا فاهمه هيك او هيك، يزعلوا عليك لا تقرب على القران. خيب من ليش توزعوا العهد؟ الا ليش توزعوا ليش؟ إيه؟ بس حتى يحطونه في الفيترينا. حتى واحد كتب انا اخذت القران تاعي مجانا من السعوديه، قالوا لي اكبر غلطه عملتها السعوديه انها هدتك القران. لا بالعكس، هم لازم يشكروني. مو مو غلطه، هي مو غلطه، كتر خيري. ايه كتر خيري، اعمل لكم ايه؟ يلا ابونا مش اوكي حنطيل. شكرا استاذ شكرا سامي لك، على كل شيء. شكرا شكرا. واخواني اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس حتى تصلكم الاشرطه القادمه والقديمه. يلا اهو ابونا رب شبريخه، شبريخ ليله سعيده لك ولجميع المشاهدين، والسلام للعائله، مع السلامه ابونا. باي باي ابونا، باي 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 شكرا جزيلا. باي.